السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم حمص الشام في البيت بطريقة سهلة ولذيذة ونظيفة واحسن كمان من اللي بنشتريه بره، وطبعا اوفر واحلى وانضف. زي ما قلنا كذا مرة، احنا بنعمل حاجات في البيت زي بتاع اللي بنجيبها من بره، بس طبعا انضف 100 مرة واوفر وبطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين قدامكم شكله تحفة جميل جدا. بصوا جميل، والميه بتاعته كمان بالظبط زي اللي بنشتريها من بره، بس طبعا زي ما قلت لكم احلى وانضف. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشجعوني وتدعموني وتشتركوا في القناه عشان انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. يلا نسمي الله ونشوف عملنا حمص الشام الجميل ده ازاي. انا جبت نص كيلو حمص الشام وغسلته كويس قوي، وده لازم يتغسل كويس قوي علشان احنا عارفين بيبقى موجود عند العطار في التراب، في الجو يعني، والتراب وهو اصلا كمان بيبقى في طينه من الارض ومرشوش او ايا كان، يعني لازم نغسله كويس قوي كذا مره. ونقعته قبلها بليله اهو زي ما قلت لكم. والحبايه بقى حبايه متوسطه، يعني بعد ما يعني نقعتها هي حبايه متوسطه، في حبات بتبقى اكبر من كده. وبعد كده ايه، انا نقعتها في قبلها بليله. ومعايا بصلايه متوسطه وكان فص ثوم، وكمان معايا بشرت قد طماطميتين كده كبار، وبشرت جزرتين كده كبار برضو. وهاخد معلقه صلصه، ومعايا ملح وبابريكا وكمون مطحون. انا مش هحط الليمون دلوقتي علشان هيمرر من كتر ما هيتغلي كتير، هنحطه في الاخر. بس كده، هي دي المكونات، بسيطه وسهله وسريعه كمان، ما فيهاش تعقيد وما فيهاش مكونات كتير، بس هتطلع لك زي ما انت شفتي في الاول حمص شام جميل جدا وطعمه حكايه. عايزه تحطي قرن فلفل شطه براحتك، عايزه تحطي شطه في الاخر خالص، يعني التحبيشه بتاعته دي براحتك يعني. وانك انت عايزه تحطي زودي كمون، عايزه تزودي اي حاجه في الاخر خالص ممكن تزوديها في كل كوبايه يعني. بس كده، انا جبت الحله بتاعتي. انا قبل كده عملت لكم حمص الشام في الحله الضغط، ممكن لو ترجعوا برضو للفيديو وتشوفوه، بيبقى بياخدش وقت طبعا زي ما بنعمله في الحله العاديه يعني، بياخد ممكن نقول نص الوقت. حطيت بقى الحمص الشام، وحطيت البصل والثوم والجزر والطماطم والملح والكمون، وهحط معلقه كده كبيره كده حلوه كده من الصلصه، هي اللي بتخلي لون الميه بتاعته حلوه كده. هو ممكن يكون الراجل في المحلات في العربيات بره بيزود صلصه، بيزود شطه، بيزود بابريكا، فبتبقى ممكن لونها يعني اغمق. وانتوا زي ما شفتوا في الاول كان اللون احمر زي ما بنشتريها من بره من العربيات بالظبط يعني. هزود ميه، وطبعا تزودي ميه كتير يعني علشان هو بيغلي على النار، بياخد له وقت يعني. انا هحط كمان قد اللي انا حطيته دي، الميه اللي انا حطيتها دي تاني، وهحطها على النار. بس بقى نحطها على العين هاديه كده، ونسيبها على راحتها لحد ما تستوي، عشان دي كل ما تعلي كل ما هتخلص الميه بسرعه منك، ويبقى لسه الحبايه ما استوتش. يبقى بنحطها على عين متوسطه، ونسيبها براحتها خالص. هيطلع شويه ريمه كده من على الوش، نشيلهم وبس كده. بصوا بعد ما غلت لها كام غلوه كده، حبيت اوريكم شكلها يعني. بس لسه كانت ما استوتش يعني. في المرحله بقى دي كانت استوت خلاص، وطفيت عليها وتمام التمام. بصوا مستويه وريحتها حلوه قوي قوي، وطعمها كمان اجمل. ممكن بقى تدوقيها، لو محتاجه ملح زودي، محتاجه بقى شطه، محتاجه اي حاجه انت عايزه تزوديها حطيها برضو. في الاخر بقى انا حطيته كده في الكوبايات، وطبعا ريحته جميله وطعمه اجمل واجمل واجمل مع الليمون. حلو قوي في الشتاء، مشروبات جميله وسهله ونظيفه ومفيده، وعاملينها في البيت، متأكدين من نظافتها. وطبعا اختياراتنا في ان احنا نحط لها شطة، نحط لها ما نحط لهاش شطة دي في ايدينا. سهل وبسيط وسريع، وما خدش معايا مجهود خالص. هيطلع لي، جيت احط الليمونة وقعت هحط غيرها. ما خدش معايا لا وقت ولا مجهود، وعملنا احلى حمص شام وانضف حمص شام في البيت. حلو في البرد يدفينا كده، ومفيد للاولاد كمان. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد تشوفوه وتشجعوني وتدعموني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.